100 يوم مرت منذ الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا. حشود متقابلة، معارض مرسي في ميدان التحرير وذلك تمهيدا لفعالية 30 من يونيو المطالبة برحيله، وأنصاره في ميدان رابعة العدوية في جمعة الشرعية خط أحمر. مظاهرات معارض مرسي شكلت غطاء وظفه الجيش لتبرير انقلابه، فأمهل في اليوم التالي 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، وإلا فخريطة مستقبل في طريقها. وبالفعل في 3 من يوليو أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خريطة مستقبل، فعطل العمل بدستور، وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة كفاءات. وصف مرسي في آخر كلمة له ما حدث بالانقلاب العسكري مكتمل الأركان، فيما بدأ أنصاره اعتصاما مفتوحا في ميداني رابعة والنهضة استمر 48 يوما. ومنذ اللحظة الأولى للانقلاب أغلقت السلطات الجديدة قنوات وصحفا تخشى معارضتها. وبينما شدد معارضو الانقلاب على سلمية حركهم، بدأ مسلسل الاعتقالات في صفوف قياداتهم يتخذ مسارا تصاعديا. اعتقالات ترافقت مع قبضة أمنية في وجه معارض الانقلاب تركت جراحا في ذاكرة المصريين، بدءا بما عرف بمجزرة الحرس الجمهوري، ومرورا بمجزرة المنصة التي وقعت بعد ساعات من خروج آلاف المؤيدين للانقلاب في مسيرات. كان خروجهم استجابة لدعوة وجهها الفريق السيسي وطالبهم فيها بتفويضه لمحاربة ما سماه الإرهاب المحتمل. تصعيد ترافق مع تفويض آخر منحه مجلس الوزراء المصري لوزارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم، وذلك لفض اعتصامي النهضة ورابعة. 14 من أغسطس ومنذ الفجر أقدمت قوات الشرطة والجيش على فض الميدانين بالقوة. كان المشهد مروعا، إذ سقط حسب السلطات حوالي 1100 قتلى، بينما تحدث تحالف دعم الشرعية عن أضعاف هذا العدد. تم اتهام السلطات بحرق عشرات الجثث، بينما أعلن حظر التجوال وفرضت حالة الطوارئ. مشهد دموي ثقلت حصيلته لاحقا في جمعة الغضب التي أعقبت الفض. جثث في مسجد الإيمان قرب ميدان الرابعة ومسجد الفتح في رمسيس المحاصر، ولاحقا مقتل 38 من المعتقلين خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل. قال تحالف دعم الشرعية إنه تمت تصفيتهم. اتجهت الأنظار إلى سيناء، وذلك بعد مقتل 25 مجندا بقطاع الأمن المركزي في كمين في العريش، لتبدأ حملة أمنية وعسكرية واسعة عنوانها مكافحة الإرهاب، ورافقتها اعتقالات. هذه الخطوات التصعيدية ترافقت مع اقتحام بعض القرى والمدن بدعوى القبض على مطلوبين، ومنها ما حدث في مدينة كرداسة في محافظة الجيزة، وأيضا في قرية دلجة في محافظة المنيا. ومع بدء الدراسة اكتسب الحراك الرافض للانقلاب زخما كبيرا، حيث عمت مظاهرات ومسيرات وتجمعات ساحات الجامعات وحتى المدارس. كما كان القضاء في الواجهة بإصدار النيابات قرارات بالحبس في حق آلاف المعتقلين، بل وأيضا عبر حكم قضائي يحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. سياسيا شكلت لجنة تضم 50 عضوا، وذلك لتعديل الدستور في ظل تغييب كل القوى المعارضة لما جرى في 3 من يوليو. وظهرت حملات تدعو السيسي للترشح للرئاسة، ووصل بعضها لدعوته لتسلم حكم البلاد ل4 سنوات ولكن بلا انتخابات. أما الاقتصاد فشهد هزات، كان قطاع السياحة أبرز ما ضربته مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع الأسعار والديون. حلت الذكرى 40 لحرب أكتوبر، فكانت ذروة الحراك الرافض للانقلاب بخروج مظاهرات قياسية في أعدادها حاولت في القاهرة دخول ميدان التحرير، وجوبهت برصاص قوات الجيش والشرطة، وسقط عشرات قتلى ومئات جرحى. 100 يوم بدأت بانقلاب أربك حساباته حراك شعبي لم ينقطع في وجه مقاربة أمنية في التعاطي معه وغياب أفق للحل السياسي.